السلام عليكم. عليكم السلام. انت عارفة ان انت جاية هنا عشان قصتك اللي هتحكيها او المساعدة اللي انت عاوزاني اساعدك فيها ممكن تكون متشابهة مع قصص ناس تانية. فانا وانت هنا انا بساعدك، وهم اللي هيتفرجوا علينا هيتعلموا من ده، وانت كده كده من ورا الكاميرا فمفيش حد شايف حاجة. تمام. عندك كام سنة؟ 20. محتاجة نساعدك في النهاردة؟ في كل حاجة في حياتي. طب الحمد لله، نختار حاجة منهم. مثلا مشاكلي مع أهلي. في ايه؟ إن هما عكس دماغي خالص. إن أنا مثلا أكون تفكيري في حاجة هما لأ، احنا تفكيرنا في حاجة تانية، اعملي كده. اللي هما أمشي على مزاجهم، تبقى حاجات أنا مش حباها. هو كل لما بنعمم بتبقى فيها مشكلة، فهو أكيد مش الكل، بس في حاجات مهمة بالنسبة لي أنا شايف إن أنا نفسي أعملها هم ضدها. يعني مثلا مكنتش عايزة أخش كلية أنا كنت عايزة أخشها الأول. تمام. تمام، كنت عايزة أخش تمريض عسكري. تمام. قالوا لي لأ، خش الكلية اللي جايالك. دخلت الكلية. اضطريت إن أنا أطلع منها السنة دي أقدم كلية تانية، يعني ضاع سنة من تمام. العمر عشان مش حباها. تمام. جيت مثلا الحاجة اللي أنا بحبها بمعنى منها، طب ليه؟ اللي هو مش عايزينك تكوني أحسن مننا. هو ده نادرا ما بنلاقي ده، بس هقولك الأسباب إيه. الدافع الأساسي لتصرفات أغلب أهالينا هو الخوف، اللي بيحركهم الخوف. أنا خايف عليك، خايف إنك تتأذي زي ما اتأذيت، خايف إن أنت لما تبقى كويس قوي تتفرعن، خايف ان انت لما تبقى كويس تبوظ الدنيا، خايف. فتصرفات الخايف دايما بتبقى فيها مشكلة، لانه بيبقى تصرف ما فيهوش نضج شوية. ما قلتش ان كل تصرفات اهالينا ما فيهاش نضج، بس في جزء من طريقة خوفهم بيوصل لنا احساس بالقهر، اللي انا خايف عليك من ده فبلاش منه خالص. ففرضنا انا دلوقتي انا شايف ان الدنيا بايظة، والبنات على التيك توك بتعمل مش فاكر ايه، وانا بنتي لو دخلت المكان ده ممكن تتأثر بدول، فلو اتأثرت بدول هتبوظ. فانا من باب الاحتياط بقول لا، وممكن ما اشرحش اسباب، وحتى لو شرحت اسباب يبتدي هدافع. كان في ترند من فترة اللي هو يا ابويا كنت منعتني. لما نيجي نبص على كل اللي ابهاتهم منعوهم عليه تقريبا كانوا بينهاروا بيعيطوا شايفين ان ابوهم ظالم. كان في مسلسل على ايامنا احنا اسمه اللقاء التاني، كان قصته كلها ان فلان بيحب فلانة وعاوزين يتجوزوا، الدنيا بتوقف ما بينهم وبعد كده بيرجع يتقابلوا تاني. خلاص. كتير من القصص، في واحدة دخلت المستشفى وانتحرت عشان ابوها منعها، بعد شوية لما تيجي تقابله لا ده طلع راجل وصولي. واحدة تانية مش فاكر ايه كان بيحبها جدا ومرضاش يتجوز، عايش على ذكرها وقاعد يحب فيها، مجرد ما اتجوزت واتطلقت ورجعت فلما جه يتجوزها هي مش دي. فأهالينا شايفين انهم بما انهم اكبر مننا فهم وصلوا لمعلومات معينة، فهو بيحاول يختصر لك الطريق، اللي هو ما تجربش ده انا جربته وبص. يعني زي ايه، انا النهارده وانا جاي، انا الطريق اللي انا باجي منه كل مرة طريق معين، الطريق ده انا حافظه من سنين، باجي وبصور هنا. فانا لما حد يقول لي هاجي من الحته دي اقول له لا 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 ارتاح وروح من هنا. عقبال ما وصلت النهارده لقيتهم ان قفلوا المدخل اللي بدخل منه، فلفيت زي ما الناس كلها بتقول. انا لغايه ما وصلت وجربت انا ده انا كنت اعرف؟ طيب وانا بقول لك النصيحه كان قصدي اذيكي؟ انا كنت بحاول اختصر لك وقت، بس في الاخر طلع طريقك انت الصح. فلو احنا اتكلمنا مع اهالينا بالطريقه دي، انا عارف ان انت خايف عليا، انا عارف ان انت قلقان عليا، ما نفعتش. أنا المشكلة إن الأهل مش موجودين معايا هنا أصلا عشان أتكلم معاهم. طيب اديني مثال، حاجه مثلا بين كنتوا الاتنين لا رافضينها. بابايا ومامتي في السعودية ده أولا. تمام. تمام. أكتر المشاكل بتبقى بسبب عمامي. تمام. الأول لما كنت بقول لبابا أنا عايزة أخش كذا أو عايزة أعمل حاجة يقولي اعملي أنا معاكي في ظهرك. جه بعدها بفترة كلام عمامي أثر على بابا، اللي هو بقى ضد في أي حاجة. أنا عايزة ده يقولي لأ، ده يقولي لأ. هفهمك ليه. هو طبعا ممكن اعمامك ده تدخل، ممكن عمامك يكونوا خايفين فعلا عليكي، وممكن مش خوف. يكونوا مستكترين عليكي فبيعملوا ده. هو مش خوف. ما انا بقول لك ممكن مستكترين عليكي، ابوك وامك في السعوديه فبيبعتوا لك فلوس، انت هتدخلي في كليه احسن من كليه بناتنا، هيبقى لك مستقبل احسن من مستقبل بناتنا فنبوظ. فالتوتر بتاع بابا اللي بيحصل ده شبه ايه؟ انت مثلا اتجوزتي، جوزك مسافر، رحت قعدت انت وابنك عند مامتك، بدات مامتك تقول لك بص ابنك بيعمل، بص ابنك بيعمل، هيحصل لك ايه؟
هتشتت وهمشي بنصيحة ماما اللي هو ابني وهتبتدي تتوتر على ابنك اللي هو فعلا ما عملش حاجه، اللي هو لو انت وهو قاعدين في البيت لوحدكم هيحصل ايه؟ هتشتت قبل كل شويه مثلا ابص عليه اللي هو شو بيعمل لا، حاجه. انت وابنك لا قاعدين مع بعض عادي ماشي. وهو بيعمل نفس الغلطات، هتشوفيها طبيعيه. انا عارفه ان في السن ده بيعملوا كده، بس كل ما حد يجي من بره يقعد يقول لي ايه، بص ابنك بص ابنك بص ابنك، بحس بده. فانا ممكن يكون عمامي بيوصلوا لبابا ده، نعمل احنا ايه؟ شو ما وصلوا ما نوصل احنا. فبدل ما اخدها اللي هو في ايه انت بتقف ضد مستقبلي انت، بابا انا عارفه ان انت خايف عليا، انا عارف ان انت نفسك اكون احسن في الحاجه الفلانيه، بس ممكن تسمع وجهه نظري وتشوفها مرضاش برضو. طيب جربت تتكلمي معاه ازاي؟ حاولت اتكلم معاه كتير، الاول كان قريب مني قوي، حاولت اتكلم معاه كتير ما كانش بيسمعني. الوحيده اللي بتسمعني هي ماما، مهم. اللي بتسمعني ماشيه معايا في كل حاجه، في الصح مش في الغلط. مهم. بابا باجي مثلا، بابا اللي عنده الاعمال بلوكات مش بيكلمني. ايه اللي وصل الامور لكده؟ من اللي بابا وصل كانوا الامور قريبين من بعض لبابا بقوا عاملين بلوكات؟ لما اول ما كنت دخلت الكليه، بابا كان قريب مني قوي وكان معايا، كان حد يقول لي بنتك ما حدش دعوه، انا عارف بنتي على ايه. تمام. بعدها انا بيعتبر انا البنت الوحيده اللي حتى البنات اللي في البيت صغار، مهم. انا بنت على 5 صبيان، مهم. فالمفروض انا ابقى حاجه تانية خالص. لا هم عمامي لا، مش حابين ان انت تبقي كويسه. حلو. انت لا، انت تمام. بالذات لا، يعني لو في بنات اكبر منك في البيت تعمل انت اللي عايزه تعمله، انت لا. تمام. فبابا بقى اللي هو بابا مثلا، بابا انا عايزه امشي من هنا، يقول لي لا امشي من هنا تاني. يا بابا انا ده طريقي صح، لا. جه اللي بوظ علاقتي بابا اكتر ان انا كنت حبيت شخص، اعتبر انا في تانية اعدادي، مهم. فبابا عرف وانا داخله اولى ثانوي، مهم. فحاول يمنعني منه بكل الطرق، مهم. وان هو يكرهني فيه معرفش. جه بعدها اتقبل خلاص الشخص ده، جه قرا فاتحه وخلاص بقى. جه بعدها ولاد عمامي حصل مشاكل مع اهله، فاللي هو اهل الولد. ولاد عمامي الصبيان مسكوا في اخواته، مهم. فاصبح ان الموضوع كبير قوي ومشاكل وكده. برضك ما بعدتش وهو ما بعدش، فلدرجه ان هم قالوا له هو عامل لك حاجه؟ طب انت عامل له حاجه؟ اللي هو ابعدي عنه. لا مش هبعد. جيت بقى بعد فتره قعدت 8 سنين معاه، تمام. كنا خلاص بقى كل ما نقدم مثلا الخطوبه جواز شبكه كده ما تتمش، مم. يحصل مشاكل لا من عندهم لا من عندنا. جه في فتره كنت وصلني لدرجه ان انا كنت هموت نفسي وعملتها، بس ربنا انقذني بدل مره 2. بابا بقى لما شافني بعمل كده في نفسي كرهه، اللي هو لو كان شاف قدامي كنت هموته فعلا. لو انت تموت بنتي لو كنت شفته كنت هموته. دي يعتبر ده اكتر سبب ان بابا ان انا مش قريبين من بعض. جه بعدها بعد 8 سنين، جه بعدها ب3 ايام فاتوا، عرفت ان هما كانوا صح، اللي هو ما يستاهلش. اللي هو مثلا لما انسان تكون واكل معاش وملح، هو ما عملش كده. يعني لدرجه ان والدته قالت لي انت اكلت معانا ملح، اكلت معانا عيش من غير ملح. لما سالت على الجمله، اللي هو الجمله معناها ما صنش العشر. انت ما صنتوش العشره. طب في ايه ما صنتش العشره؟ بص هفهمك بقى هنا قصدي. انا دلوقتي خايف انا بابا خايف عليكي جدا، قاعد انصحك واحاول اخليكي احسن، وانت مش بتسمعي الكلام، وانت بالنسبه لي عنيده، وشايف ان انت رايحه ناحيه الغلط. انا ما قلتش ان انت غلطانه، ما قلتش ان بابا غلطان، انا بحطك في الموقف تبقى شايفاه ازاي. انا عارف ان الطريق ده اخره زعل، فانا بحاول انصح بنتي اللي انا وهي كنا اصحاب جدا. فانا بنتي مش بتسمع كلامي، وكل ما احاول احميها هي بتكمل، وانا مش موجود معاها. فلقيت ان اخواتي بعتوا ولادهم عشان يحموا بنتي، يبقى اخواتي بيحبوا بنتي، وبعد كده بنتي مصرة على الطريق اللي انا بقول لها ان الطريق ده ايه هيضرها. لو انت مكانها تعملي ايه؟ هو انا لو انا مكانه، لو انا بابا هو بنتي، لو مكان بعض انا هبقى صاحب بنتي من صغرها. ما يعني هو انت بتقولي كنا اصحاب. ماشي، ما انا وبابا كنا اصحاب امتى؟ لما السنه اللي فاتت بس، يعني مثلا بعد ما اصحاب. الموضوع انتهى. لا قبل ما الموضوع يبتدي اصلا. مم. يعني بابا لما جه سافر لا، الموضوع ما هو من تانية اعدادي، هو لسه كان منتهي. في نص الموضوع من السنه اللي فاتت. ما انا قصدي في من تانية اعدادي، يعني من 12 ل 20 في 8 سنين الموضوع كان موجود. بس ما كناش انا وهو قريبين خالص في الفتره دي، الفتره اللي كنت انا وهو قريبه فيها، اللي هو السنه اللي فاتت مم. كان معايا. قبل كده ما كانش بابا دايما مش بيحاول مثلا اللي هو احنا، يعني عمره ما بين حنيته ليا، عمره ما كان مثلا ياخدني في حضنه كده ويقول لي مالك، مستحيل.
اللي هو لا مش هيبان ان انا ضعيف لبنتي، مستحيل. حتى طب ايه لما الضعف في ده؟ ايه الضعف ما ان مش انا عايزني احضن؟ ان انا عايزني مثلا ان هو يشوف لا انا قاسي عليكي، اللي هو لو انت انت عشان شفت بنت طيبتي، الكبيره واللي تحتيكي لو ولاد. انت 5 صبيان، لو انت شفت طيبتي هتسوقي فيها، اللي هو لا انا بالعكس لو انا شفت طيبتك هحكي ساعات لك. في اهالي بتعمل الحركه دي والعكس، يعني يبقى ولد على 5 بنات مثلا، يقوم شادد على الولد عشان يعرف يتحمل المسؤوليه. هو ده تصرف غلط، حتى لو النيه كويسه هو تصرف غلط. انت دلوقتي علاقتي بماما كانت كويسه، قوي. ماما ما حاولتش تقرب بعلاقتك بنت وبابا ليه؟ حاولت كتير، حاولت بس مين اللي كان بابا. عامل الحاجز؟ عمامي حاولت كتير قوي قوي ان هي تبقى مع بعض. حتى عمامي كانت بتدخلي في مشاكل بابايا ومامتي، ان هو اصلا كانت خلاص بقى كل واحد يروح لحاله، اللي هو خلاص بسبب طب كانت عمامي. بتحاول تقرب ازاي بينكم؟ كانت تكلم اسمعها، إيه شوفي هي عايزه ايه اعمله لها. ده مش تقريب. لا اسمعها، شوفي هي افهميني. عايزه تقول لك ايه. شوف هي عاوزه ايه ويعملها، فانا شوف بحس كده. كلامها، شوف كلامها عايزه توصل لك لايه، افهمها الاول صح. لا لا مش هسمع منها. طب افهمها الاول وشوف هي عايزه ايه، ويسمع منها بعد كده بكرر. لا انا اللي محدش يمشي كلامه عليا. ده في الاخر ولا من اول يوم؟ لا دي بقى في الايام اللي فاتت دي كلها. حلو. لا انا بتكلم في العلاقه، دخلنا انا اب شايف ان بنتي بتمشي غلط، قاعد انصحها، هي شايفه ان هي رايحه في طريق غلط تاني. ايه اللي كان المفروض يعمله ساعتها؟ ايه بس انا ما كنتش ماشيه غلط. طيب كنت شايفه ايه؟ ما كنتش ماشيه، انا كنت ماشيه في طريق كان خلاص. الطريق ده كانوا كلنا حابينه، كان بابايا واهله كانوا خلاص. جه فتره الخناقه كانت بسببي، اللي هو فتره الخناقه اولاد عمي، وكان خطيبي اصلا، فاللي هو انا يعني اعمل انت ايه. بصي، انا حبيته في تانية اعدادي، عرفه في اولى ثانوي. اثناء اولى ثانوي اهلي كانوا بيحبوه ولا لا؟ حلو. لا ليه ما كانوش بيحبوه؟ بيقولوا انت اللي بتكرهنا فيه. ليه؟ بسبب المشاكل اللي انت بتعمليها. لا كنت بكلمهم مثلا من وراهم، إيه بكلمهم مثلا من غير ما حد يعرف. طيب هل نقدر نقول ان عندك جزء من العند؟ قوي. انا لو اب، انت بلاش، انت وعندك طفله عنيده ما بتريحكيش، هتقولي مهما تقولي انا هعمل اللي انا عاوزاه. ازاي تحسني علاقتك بيها؟ ما هو انا بعاند عشان انا ما شفتش منهم حنيه، انا شفت اسوأ. ايه الاسوأ؟ ايه شكل الاسوأ؟ إيه شفت الاسوأ دي من وانا في 6 ابتدائي. بسبب ازاي؟ عمامي كانت بسبب عامله عمامي. ازاي؟ انا كنت لسه طفله اعتبر 13 سنه. إيه كان بابايا مسافر وقتها وكانت مامتي اللي موجوده. مم. بابا قال لعمامي خلي بالكم منها، يعني خلي تمام. بالكم منها. تمام. بابا لما كان موجود وعمي كان مسافر كان شايل ولاده احسن مننا كتير. تمام. إيه جه بقى العكس. عمي كان سايب اخواتي، كمان انا امشي مع حد، حتى بنت عمي انا امشي معاها، ما كان يمشي مع حد، ما صاحبش حد خالص. لما كانوا يشوفني انا واصحابي الاسوأ دي قريبين من بابا اللي من كويس؟ عمي. حلو. انا بتكلم على بابا. بابا كشخص كويس وسافر عشان يجيب دخل لعياله يخليهم يعيشوا مرتاحين، عنده طفلة عنيدة، ايه اللي المفروض كان يعمله فيخلي الدنيا بينكم انتوا الاتنين احسن؟ ما كانش دخل اخواته. طيب انت دلوقتي لما بتنزلي مثلا، فرضنا ان بابا وماما مسافرين وانت قاعده مع اخواتك، انت الكبيره عارفه ان اخوك الكبير ده المفروض انه راجل ومسؤول، فانت بتقولي ايه؟ اكل اخواتي لغايه ما هروح وارجع، او انا عامله الاكل سخنه مثلا لغايه ما مثلا، فجيتي ما حدش من اخواتك اشتكى وهو ما قالش وطلع سخن الاكل واكله هو. هل المفروض ان البني ادم الطبيعي يبقى مقلق من اخواته انه يطلعوا طين؟ بس وخصوصا ان انت لما قلت لي خد بالك من اهلي انا خدت بالي. ما كانش يقول. ما هي مش الدنيا كاس وداير. انا دلوقتي عامل معاك واجب النهارده، انت بكره تعملي معايا واجب صح؟ انا شلت عيالك امبارح، فانا المفروض لما مسافرت اكيد هتشيل عيالك. يا ريت ما كانش يشيل، عمل لي عقده نفسيه. ليه؟ إيه عمي ده ما كانش بيحبني عموما، كان بيحاول ينتقم في بابا فيا. كان انا كنت بتضرب، مش مثلا بخرطوم او عصايه، لا كنت بتضرب بجنزير، اللي هو كان يحبسني في اوضه الاقي رجلي متربطه وايدي متربطه ورا وينزل عليا. وابوك كان يعرف ده؟ كانش يعرف. ما حكيتلوش ليه؟ ما كانش حد ما كنتش اصلا عارفه اوصل له. ما كنتش عارفه اوصل له. بابا كان في هو السعوديه. تمام. تمام. وانا كنت موجوده مع عمامي انت خلاص بقى. عندك 20 سنه، 12 13 سنه، تبقى 6 ابتدائي اولى ابتدائي كنت في اولى اعدادي. اولى اعدادي. فانا دلوقتي من 8 سنين يعني كان احنا بتلكك لي.
اسمعني بس، احنا في 2024 2016 الانترنت والابلكيشنز وان انا اتواصل مع اي حد ما موجود. كانش معايا تليفونات ساعتها. امك معهاش تليفون؟ ما هو ماما عمي كان منع ماما تديني التليفون، حلو. تمام، عشان ما امك وصلش. نفسها اللي شايفه ان بنتها بيحصل فيها ده ما رفعتش السماعه وكلمت ابوكي كانت ليه؟ قالت له ان اخوك بيضربها وبتاع، قال لها سيبيه، هو على اساس بقى الضرب العادي، الضرب ما اكيد العادي. هنا التصرف الغلط عند بابا ولا ماما؟ بابا، برضو. عشان ركزي ماما كانت ركزي عشان حاولت خاطري، ماما كانت حاولت تحميني منهم كتير. ركزي عشان خاطري. انا ماما معايا وسيله الاتصال ببابا، ماشي. فانا ما حكيتش لبابا اللي هي بيحصل. كانت بتقول له بس ما كانش بيصدق، لاخوه ما كانش بيصدق ان اخوه يعمل كده، هو ما كانش بيصدق. هو عنده اخواته احسن من ولاده. طب بلاش، انا مش هصدق مراتي، يبقى ممكن انا مراتي في حاجه بيني وبينها حاجز يخليني لدرجه ان انا ما اصدقش ان بنتي بتتضرب. عشان بيحب اخوه، قالها لي، قال لي اخويا ما تعوضش، انت تعوضي. طب ازاي؟ بابا صدقني بعد ما نزل بعد 3 سنين، يعني بعد ما نزل وانا يعني كان وانا عندك داخله اولى 15 ثانوي، سنه. وانا داخله لسه داخله اولى ثانوي. تمام، لما شاف ده عمل ايه؟ بابا اللي هو اتصدم لما شاف ظهري، هو ما صدقش لما شاف علامه تثبت كده. بلاش، ايوه صح، برافو. كان في الواتساب والفيسبوك والكلام ده، كان ممكن بعد ما عمك ضربك ماما تصور له هو وتبعت كان واخدني منها، تكلموا فيديو. كان واخدني منها. مين اللي واخدك منها؟ كان هو عمي كان واخدني منها، ما ليه؟ كنتش شفت ماما، ليه؟ كان حابسني. ليه؟ هو كده، هو عنده عقده مثلا. لو انت مثلا كنت انت واصحابك، تمام، وانت وبنات بس، مش معاك ولاد، يقول لك قول ان انت معاكي، كان معاكي ولاد، وانا هسيبك. انا ما كانش معايا حد، انا كنت انا واصحابي بس. قول ان انت كان معاك حد، لو انت مشيت بدماغه هيسيبك، لو انت حاولت انت تصدق نفسك صح، لا مش هيسيبك، يفضل يضرب فيك. طب ليه حقد عمك ده عليك انت بس ما مش اخواتك لا؟ عارفه، مش ولاد عمي كله، انا الوحيده. اشمعنى؟ مش عارفه، لوحده كده لوحده. علمني قسوة قلبي جامد قوي، خلاني ابقى قاسيه. حلو. بابا بعد ما نزل بعدها ب3 سنين ايه اللي حصل؟ قال محدش يلعب بيها تاني. تمام. تمام، بعد يبقى كده المفروض في اللحظه دي علاقتي اتحسنت بابويا، لانه ما كانش مصدق، مجرد ما شافه وصدق خلاص علاقتي اتحسنت. بالظبط. ليه ما اتحسنتش؟ هو لما قعد بقى بتاع معانا بسبب حوار اللي هو كان خطيبي ده، تمام، جيت انا وهو علاقتنا اتهزت تاني. بعد كده لما هو سافر وانا في ثالثه ثانوي، تمام، جه امامي يتدخل، قلت له محدش دعوه بيه، انا بالذات محدش دعوه بيا، اللي هو انا عارف ماشيه في طريق صح. قال لي خلاص انا معاكي ومحدش ليه دعوه بيكي. تمام. تمام. جه حصل حوار بسبب الخناقه بتاعت ولاد عمي وخطيبي ده، بوظت الدنيا كلها. بيقولي انت يعني هتقفي معايا عن اخواتك؟ انا ما كنتش واقفه مع حد فيهم، انا كنت واقفه من اللي جاي عليا. تمام. يعني انتوا كنت اصلا بتتلككوا له الشخص ده عشان مش عايزينه. طب ما كنت مثلا اطلعوا بالاصول زي ما هو دخل بالاصول. لا، احنا مش عايزينه، اي حد تاني غير الشخص ده، مع انه ما عملش حاجه. فانا عندن دخلت في علاقه، عندن كملت في علاقه مع نفس الشخص. ما انا بقول لك، ما انا عندن دخلت في علاقه، عندن كملت في علاقه، عندن لغايه ما الدنيا اتدمرت تماما، وفي الاخر انا اللي زعلان منهم. كنت زعلانه منهم عشان هما كانوا بيقولوا عليا الشخص الواحد ده اللي كنت بروح له، وكان على طول بفضل احكي له، كان يهون عليا، كانت اشوف رحله الاب والام كل حاجه كل حاجه الشخص ده. طب امال ادم هو الجميل الكويس ما كملتوش ليه؟ عشان هو مش عارفه إيه، مثلا لما كنا نقعد مثلا في ال8 سنين دول، كنت انا نتخانق، كان مثلا يغيظني بواحده، تمام. فاللي هو انا فضلت احوش طول ال8 سنين احوش له، السنه دي طلعت ال8 سنين عليه، ركزي معايا اللي هو بقى. زي ما انت عملت انا عملت. طب ركزي معايا تاني. انا في علاقتي بابويا اللي هو غلط وصلح غلطه وتصرف تصرفات كتير انا مش قادر اسامحه، رغم انه اللي حصل هو مش غلط لوحده، هو مشارك في ناس كتير، بس مش قادر اسامح ابويا، وعندي مشكله في علاقتي بابويا. التاني اللي طلع عيني طول ال8 سنين بخيانات، انا حتى وانا بحكي عنه عيني بتنور. عشان كنت بحبه قوي. انت عند المؤذي مؤذي، كل شويه بيأذي وما صلحش اذاه ولغايه اخر لحظه،
ولا صانع عيش وملح ولا عمل اي حاجه، بحكي عنه انه انسان كويس. وابويا اللي غلط غلطه ما نقدرش نقول انها غلطه خلاص، يعني مش غلطه، لا متعمد، عشان ما كانش قريب مني. كان الشخص بابا ما كانش قريب مني. واللي كان قريب مني هو كان قريب مني. اللي كان قريب مني ما انا ال8 سنين اللي هو عملهم فيه انا عملتهم فيه في سنه. بس انا ما كنتش بكلم حد عليه، لا كنا مثلا ده صحابه، ما كانش بيحب حد، ده زميلك، لا ما عنديش كده، ما عنديش كده. اللي تاني اللي كان قريب منك صان وصلح، كان صلح في الاخر خرب تاني. يعني هو صلح فتره انا جيت قعدت فيها في القاهره هنا. كان بيهتم بيا قوي وخاف عليا، طب كلت ما كلتيش، نمت رحت جيت كده. بعدها بدا يعني اهتمامي أبوكي يقل. مصلح بعد 3 سنين مش عاوزه، مش قادره ما بابا ما صلحش برضو لما وقف كل حاجه، ده مش اصلاح؟ ما صلحش. طب المفروض كان يعمل ايه؟ هو ما كإصلاح؟ صلحش. هو قبل ما يمشي انا قلت له يا بابا ما تسيبنيش معاهم، مع عمي ما ده انت بالذات. قال انت بالذات محدش يقرب منك. في الاول خالص لما انا كنت في الاعدادي قلت له ما تسيبنيش معاهم، عشان عارفه ان الشخص ده بغض عن عمامي كلهم هيأذيني، بدل مره 2 3 4 شخص، يعني عمي واحد. وكان شايف طفله صغيره في اولى اعدادي ممكن تخمن غلط، فعلى اساس ده قال اتصرفوا. بعد شويه اكتشف فعلا ان هم بيضربوكي، فوقف ده. ولسه حد مكمل معاهم عادي. المفروض كان يعمل ايه؟ المفروض بعد ما خلاص بقى هو شاف ان اخواته مش عايزين مصلحته، تمام، وبنته يعني حاطين بنته قصاده، ما يكلمهمش، اللي هو برافو صح، يبعد. معلش. وانت التاني اللي كان بيأذيكي متعمد، انا بعدت بعد 8 سنين. يعني اخويا بعد ما عرفت ان ركزي معايا انت بتعملي ايه. انا الميزان بتاعي مختل، غلطه ده حبيبي هعديها له عشان بحبه، متعلقه بيه. وابويا كنت بحبه، واللي بيعمل بس اخطا في انت فاهمه يعني ايه؟ لا ما كانش بيصرف. لا نبص على اما نسافر عشان نجيب بلالين، ما كانش بيصرف، مش عليا، امال على مين؟ على الصبيان، مش عليا. ما كانش بيصرف عليا. ما كنتش بتاكلي وتشربي في البيت صح؟ مش عليا انا. يعني انت كنت بتاكلي بواقيهم؟ لا اللي هو انا هبعت بس مش لياسمين، كان يحرم الجنيه ان اخده. ده امتى؟ لما عرف انك في علاقه ولا قبل كده؟ هو لما سافر الفتره دي. تاني بالراحه. ابويا كان بيعاملني كويس، ابويا سافر عشان يجيب دخل، ابويا غلط، قعد معايا 3 شهور كويس. انا بتكلم اول مره خالص مش دلوقتي. انت جايه بتبص على اللقطه الاخيره، انا ماسك قصه. الميزان هنا المختل هو اللي هيتعبك. ابويا كان كويس معايا، كنا قريبين من بعض، سابني لعمامي، عمامي ضربوني، فدخلت انا في علاقه مالهمش اي علاقه ببعض اهو، يعني بسبب ان انا عمي بيضربني دخلت في علاقه، مش فاهم ازاي بس قشطه. فدخلت في علاقه ان نفس الشخص ده هو ما كانش بيقدم حاجه وانا كنت بقدم له، وكان بيعاقبني بالخيانات المتكرره، وانا كنت بسامحه على خياناته المتكرره. كان ابويا جه وقف اللي عمامي بيعملوه وقال محدش يقرب منها، وبدأ يحسن علاقتي بيه. فانا قمت اللي حماني من الاذى، قمت انا كسرت كلمته وقلت له انا هكمل في العلاقه اللي انا لا فيها. ما قلتوش هكمل، ما قلت له انت شايفه يا بابا انا هعمله. جه خلاص عشان انا رضا بالشخص ده لمره كمان، يعني عشاني انا رضا بالشخص ده. فهو في الاخر بابا اللي وحش والخاين هو خلاص وافق بقى. بس قبلها الفتره اللي هو كان مسافر فيها ما كانش بيصرف عليا بسبب الموضوع ده كله. انت بتتكلمي على انهي فيهم؟ انهي فتره فيهم؟ الفتره اللي هو كان حلو معايا فيها 3 شهور حلو، بعد كده قلب عليا. لا بص، انا ما اجيش النهارده اهو ماسكك ضربك بالقلم وبكره بالبنيه وبعده بالشلوت وبعده ارمي عليك ميه نار، فتيجي انت في اليوم السابع تقوم انت خبطاني بعصايه على دماغي او ناسي كل ده واقول لك بص المؤذيه ضربتني بالعصايه على دماغي. ما تصعش، انت اذيتها طول الاسبوع. فاهماني؟ ركزي. علاقتي بابويا كانت كويسه، سافر عشان يجيب فلوس، كان بيصرف عليا، كان شخص مسؤول. امي بدل ما تحميني وتاكد اللي بيحصل وممكن تصور له الضرب اللي انا فيه، ما عملتش ده. ما كانتش بتشوفني. ايه؟ ما كانتش بتشوفني. عرفت منين ان انت بتتضربي؟ عشان انا ساعتها سبت البيت، سبت بيت عمي ده وجيت لعمتي هنا في القاهره. يعني انا سبت البيت، كنت طفله لسه عندها 13 سنه، بسبب من كتر الاذى اللي هو كان بيأذيهولي. وانت عند عمتك
اللي رحت لها اكيد ست كويسه ولا ست وحشه برضو؟ ما مش تقف معايا على اخوها، مستحيل. انا ما تجيش تقف معايا على اخوها. بعد اذنك عاوز اكلم بابا عشان وحشني. انا كلمته بقى هناك لما حلو، جيت. فكلمتيه قلت له عمل ايه؟ قلت له إيه بابا، اتصدم اللي هو اخوه ازاي يعمل فعمل كده. ايه؟ قال له ما عادش ليك دعوه بيها تاني. حلو. تمام. يعني في اللحظه اللي كلمت ابويا حماني. مش بعدها بقى قعدت اسبوع عند عمتي في القاهره. بعدها لما رجعت سلمني لعمي التاني. تمام. تمام. عمي التاني برضو اللي هو من النوع اللي هو شكاك شويه، ماشي هو بيصدق دماغه برضو. فجه فتره مع عمي اللي هو اللي كان معايا الاول، اللي كان اذاني الاول، الاتنين اتجمعوا مع بقول بعض. لك اللي انت كنت بتحبيه كنتوا اتجوزتوا طلع كويس، وبعد ما اتجوزتوا فرضنا اخته شتمتك، بنت خالته مامته عملتك وحش، فانت قررت تصاحبي عليه وانت متجوزاه، كان عمل فيك ايه؟ كان قتلني. ليه هذا الشخص له الحق الكامل في ايا كان رد الفعل وبابا ملوش اي حق؟ ما هو عشان الشخص ده كان بيحاول ان هو اللي يحميني من النوم قبل كده. فعمل ايه؟ كان بيحاول يحميني، يعني كان بيحاول يقف في وشهم عشاني، اللي هو ما خلاص ما حدش، هي مسؤوليتي، ما حدش دعوه بيها، هي مسؤوليتي خلاص. مين ده؟ هو الشخص ده فكان بيشتغل وبيصرف عليك وبياكلك كان بيشتغل وبيشربك؟ وكان بيصرف. لا كان بياكلك وبيشربك. ايوه كان بيصرف عليا. انت خلاص كنا خلاص انا فاتحه وجيت اقدم عشان يبعدوا عني. تمام ده خلاص بعد كام سنه؟ وانا داخله اولى اعدادي. بقى. اولى ثانوي يا ربي. حلو، وابوك وافق عليه؟ وافق عليه. تمام. حصلت الخناقه. تمام. بعدنا عن بعض 6 شهور، محدش يتكلم. حلو. في ال6 شهور دول كانت علاقتي انا وبابا كويسه. حلو. تمام. بعدها بابا عرف اني بكلمه، بابا بعيد عني. فانت على طول ال8 سنين انا وقت الاختيار لما اختار بين ابويا والتاني بختار التاني. عشان هو اللي كان معايا على طول في وشي، على طول 24 ساعه في وشي. ايا كان وبيخوني. بابا لما كنت بسمع كلامهم كان يرن عليه يقول له مش راضيه تذاكر، قول لها تذاكر، قول لها انا مثلا رايح مثلا مأمورية او رايح خدمه او في الجيش عشان تذاكر، يعني ابعد عنها بس بطريقتك انت. انت خدت بالك ان ابوك بيتعامل بنظام المغلوب على امره ونفسه بنته تبقى كويسه، بالظبط. وبنته في الاخر هي اللي زعلانه منه عشان بحاول اقرب منه الايام دي مش راضي. انا دلوقتي في البيت انا تحت مسؤوليه ابويا الماديه وعندي حق وعليا حق الطاعه، صح؟ جوزي نفس الكلام، مديري في الشغل نفس الكلام، مديرتي ايا كان انا في شغل، فانا عاوز الحياه تمشي بطريقتي، فما مشيتش بطريقتي هتصرف انا في اي بديل. بحس انها تبقى سهله طريقتي، لما بخطط لحاجه بحس انها تمشي معاها سهله، لكن لما مثلا اجي اقول لحد يقول لي لا ده غلط، انا خلاص انا قلت ده مثلا هعمل ده وده وده، خلاص انا سستمت نفسي على الحاجه دي، انا في تفكيري هتمشي صح. يجي حد تاني يقول لك لا هتمشي بدماغي انا، اللي هو اجي اعملها اللي هو دماغك وصلتك ليه؟ دماغي وصلتني لحاجتين. انا ندمت على حاجات كتير كانت حصلت. تمام. وفي نفس الوقت فقت يعني فقت، انت عارفه مين بيحبني ومين لا. مين بيحبك؟ مامتي. تمام. بس برضو؟ مامتي بس. برضو. وهترجعي بعد كام سنه تقول انا ندمت اني ما عرفتش ان ابويا كان بيحبني. عشان بابايا انا ما شفتوش حلو في حق مامتي، فعشان كده مش بحبه قوي. انت مسؤوليتك علاقه ابوك وامك ولا علاقه بابوك؟ الاتنين دخلوا في بعض. مش مسؤوليتك امك اللي بتشيلك؟ لا ماما عمرها ما حكيت لي، انا كنت بشوف قدامي فانا عرفت انه جه عليها كتير قوي، جه عليها كتير مع انها قريبته بس جه عليها كتير قوي. زي ايه؟ يعني انا مثلا خلاص بقى تكون مستحملتك على الحلوه وعلى الوحشه ومعاك من الصفر لعند ما خلاص بقيت حاجه. تمام. ومفروض ان هي في صله قرابه بينكم اصلا. تمام. تيجي انت ما تقدرش اللي هي عملته عشانك وتتجوز واحده تانية عليها. ايه التقدير؟ اللي هو ما قدرهاش ان هو اتجوز واحده تانية عليها من غير ما هي تعرف. تمام. يعني انت اتجوزت ما كناش حد يعرف، هي خلاص عرفت بس كان تعالى نبص مسافر للصورة. بص انا عايش بره في السعوديه وهي عايشه هنا. قبل ما يسافر. قبل ما يسافر اتجوز عليها؟ قبل ما يسافر خالص، وانا كنت في 3 ابتدائي او تانية ابتدائي كان هو متجوز اصلا.
تمام. إيه كنت احنا 4 صبيان من مامت واحدة، ولدين توأم منها. فماما عرفت ان هو متجوز لما سافر اول مرة، قعد 3 سنين. كان هو المفروض يجي يوم 12/7، لا هو جاي لنا 12/8. ماما شافت طب فين الفترة دي كنت فين، فعرفت بقى وتأكدنا وخلاص وبتاع. هو لما الفترة اللي هو كان جاي فيها اصلا كان جاي عشان يشوف اخواتي اللي لسه مولودين. جه حصل خلافات، فانا اللي هو انت ما طب قدرتش ماما. همشي وراك، مفيش حد بيحبني الا امي، انا ما بحبوش وهم ما بيحبنيش، بس انا زعلانه من اللي انا ما بحبوش وما بيحبنيش، ما بيصرفش عليا، ما بيبعتليش حاجه، رغم ان هو دافع عني في حكايه عمي، رغم ان هو انصاع لقراري وخلاني اتخطب للي هو عاوزاه، ورغم ان هو اتحايل عليا في الاوقات اللي كنت شايفه انه بيأذيها بيأذي بنتي فيه ان هي تبعد عنه وما بعدتش، رغم ان التاني ده وصل بنتي انها تنتحر بسببه وانا كرهت الولد بسبب كده. فانا كل ده مش هنصاع، وابويا مفيش خالص. فانا دلوقتي هو ليه مش عاوز يصرف عليا؟ ليه مش عاوز كده؟ ليه مش عاوز احسن علاقته؟ عشان اللي انا عملته مش عارف ينسى اللي انا عملته. هو انت نسيت اللي هو عمله رغم ان هو صلحه؟ هو انا منسيتش، بس اللي هو صلح مثلا 20%. بوظ. انت صلحتي ايه؟ صلحت لما انا بعدت على الشخص اللي هو كان بيقول لي بعيد عنه. انت ما بعدتيش عن الشخص عشان خاطر ابوكي. لا ماشي، لما انا اسمعي، فهمت. انا لما كان عمي انا جيت قلت له دي ما حدش يقرب منها دفاعا عنك. انت لما سبت الشخص قلت له انا هبعد عنك عشان ابويا ولا عشان بتاذيني؟ انا قلت له لو زعل بابا بسببك فانا هبعد عنك. قال لي لو انتوا باباكم يعني متخانقين بسبب انا هكلمه، تمام، وانا ما يهونش عليا انت باباكم متخانقين بسبب انا. لا. انت عارفه مشكلتك اللي هتقابلك في حياتك ايه؟ ايه؟ انك مش عاوزه تعترفي بغلطك. بس انا مش غلطانه في بس ايه كده دلوقتي؟ اديك قلتي. طب غلطانه في ايه؟ انا من اول ما قلت قاعد اقول لك فين الاخطاء اللي انت عملتيها، مع كل غلط هقوله بتبتدي تطلعي واقول لك ده عمل الصح، لا 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 ما عملوش، انت هنا عملت غلط، لا لا ده مش غلط، هنا ده مش عادي عادي. الحياه ما بتمشيش على هوانا، الحياه بتمشي لما بنشوف الميزان اللي هحكم بيه غلطي اسمه غلط، فاللي يعمل زي اسمه غلط. لو قلت على ده غلط يبقى اللي يعمل زي غلط، لو قلت على ده صح اللي يعمل ده يبقى صح. ده ميزاني. اما ميزاني حبيبي يغلط براحته وهنا لا انا مش هقبل له غلط، لن تستقيم الحياة. ماشي، بس انا جيت في الاخر وقلبت عليه، اللي هو مش عشان خاطر بابا. عشاني انا، عشان لما انا فوق. يبقى انت في الاخر لما انت اتأذيتي منه هو انت قررت تبعدي، انت ما عملتيش حاجة عشان خاطر بابا، مش بعدت وانت عنه. زعلانة من بابا اللي ما عملتيش حاجة عشان خاطره. لا، انا بعيدا عن الشخص ده، انا حاولت ان راضي بابا بكل الطرق. بقى افهميني، انا دلوقتي مصاحب على مراتي وبكلم واحده وبنخرج وبنتفسح وصارف عليها وعربيد معاها خلاص، فانا قررت بعد ما التانية دي سابتني ان اقول لمراتي على فكره انا مرضيكي وسبتها. لا، انت مش سبتها عشان مراتك، انت سبتها عشان نفسك. فهمتي؟ حياتك هتتظبط لما تعترفي ان الغلط غلط والصح صح. ماشي، انا معترفه ان انا غلطت في حاجات لا كتير. انا لا، غلطت في حاجات كتير. فلما هعترف في ان انا اعترف بغلطي عشان اصلحه. في الغلط نقول تفسير وليس تبرير. تفسير علل لماذا حدث ذلك، فلما افهم التفسير يحصل ايه؟ هدور ازاي ما يتكررش. اما التبرير لا انا مش غلطان انا زي الفل، المشكله عند الاخرين، عمره ما هيصلح ده. حياتك هتتصلح لما تعترفي ان البني ادم لما يغلط عادي يغلط، المهم يتعلم منه. اما طول ما انا بعند حتى في الاعتراف ان انا غلطان هتفضل حياتي بتخبط فيها. انت عندك فكرة مسيطرة بتقول الاعتراف بالخطأ ضعف، الاعتراف بالخطأ قوة، لان بعدها بصلح. اما عدم الاعتراف بالخطأ ضعف، لان عمري ما بعدها اصلح. فهمتني؟ ماشي، بس انا ببقى عارفه الغلط بيني وبين نفسي، عارفه ان انا غلطانه، بس بيني وبين نفسي ما بحبش اقول لحد انا غلطانه. انا صح، ما بحبش اقول لحد انا غلطانه، مستحيل. بس انا معاكي،
معاكي جدا. حلو. يبقى لا تقولي انا غلطانه لحد ولا تقولي لحد انت غلطان. فهمتي؟ اظبطي ميزانك، حياتك هتتظبط. ماشي. السلام عليكم.